حسن الهداف المعروف، وكابتن المنتخب التونسي سامي طرابلسي، وهذا محمود الخطيب مدير منتخب مصر، وأيضا معه فاروق. ركلة البداية عند المنتخب المصري الذي يلعب في الشوط الأول من اليسار إلى اليمين، بالنسبة طبعا لمنصة استاد المنزه في تونس، بينما المنتخب التونسي يلعب بالزي الأبيض الكامل من اليمين إلى اليسار. شكرا كابتن اسماعيل. وهناك ركلة حرة للفريق المصري، هيثم فاروق ينفذها قوية جدا، ترتد من العارضة. أول تهديد للمنتخب المصري، منفذة بقوة رائعة من هيثم فاروق، يصد أبو بكر الزيتوني تحت الفريق المصري من خلال تسديدة هيثم فاروق التي نشاهدها الآن. أعتقد أن الكرة ربما مبتلة بعض الشيء، لذلك ركلة حرة. هيثم فاروق أيضا مدفعج جديد للكرة المصرية قادم، هذا هو هيثم فاروق، سدد بقوة ولكنها بعيدة، هذه المرة بعيدة كليا من هيثم فاروق. بداية هذا اللاعب كانت مع النادي الأولمبي، صاحبة الخبرة، عالية الكرة، هيثم فاروق تصل على جهة اليمين مرة أخرى. سفيان الفقيه ممتلئ، يعني شبه ممتلئ ساعته الرسمية. هذه كرة عرضية خطيرة، كرة عرضية خطيرة، واضح تماما الأرضية. استاد المنزه، استاد تونس الأول، 45,000 فيه هنا تقريبا اليوم بحدود 40,000. وهذه كرة عرضية خطيرة، تحديث خطيرة للمنتخب التونسي، بالعرض هدف للمنتخب التونسي، هدف للمنتخب التونسي، هدف عن طريق زبير بيا، هدف عن طريق زبير بيا. كرة عرضية من عادل السلمي، كرة عرضية تدخل مرمى حسين السيد. ونشاهد هنا مدرجات استاد المنزه تشتعل. هدف مباغت بالفعل، هدف مباغت. أول تهديد للدفاع المصري، كرة عرضية ينجح زبير بيا في ترجمتها إلى داخل المرمى. مجهود كبير قام به عادل السلمي. هي الكرة مررت إلى عادل السلمي، مر عادل السلمي وحولها بالعرض ونجح تماما في إدخالها المرمى. كما نشاهد عادل حولها عرضية، وكان هناك إبراهيم حسن، لكن أيضا زبير بيا سبق إبراهيم حسن وسجل في الشباك المصرية. تونس 1 مصر لا شيء في الدقيقة 11. ها هو الهدف مرة أخرى. تمريرة كانت من جمال الإمام إلى التوغل من جهة الأجنحة، والتمريرات القصيرة نظرا للاعبين يعرفوا بعضهم بعض. بينما الفريق المصري باش يتنحى، الفريق المصري باش يخرج من المشكلة نتاعو وباش يلعب الهجوم. ولكن شنو الفرجة مضمونة، وباش يشاهدوا مباراة طيبة إن شاء الله في نطاق الروح الرياضية بين الفريقين الشقيقين التونسي والمصري. إذا أعزائي المشاهدين، نجح المنتخب التونسي بالتقدم بهدف. صاحب الهدف زبير بيا، لاعب نادي النجم الساحلي، من اللاعبين حقيقة المرشحين ليحترفوا في أوروبا. وهذه كرة عرضية خطيرة بالفعل، كرات عرضية داخل منطقة جزاء الفريق المصري في غاية الخطورة. مرة أخرى ارتباك مصري، واضح تماما استغلال المنطقة اليسرى في الفريق المصري. مرة أخرى كرة مرتدة، عادل السلمي يتقدم، يحاول يعكس كرة وكاد يحتسب خطأ. ومن بعيد تسديدة أرضية ضعيفة خارج الملعب، ركلة مرمى. مسابقة كرة القدم في أولمبياد سول على حساب المنتخب المصري. ومن اللاعبين الذين مجدي طلبة لاعب النادي الأهلي، لاعب منتخب مصر. تبديل مبكر إذن. أول كرة يلمسها أحمد ساري، هذا هو، شارك مكان حسام حسن. قل يسرى الآن هيثم فاروق يغطي هذه المنطقة، وكرة الآن عند أحمد ساري. أحمد يراوغ، أحمد يلعبها إلى تسديدة، متابعة من علي ماهر، ولكن أبو بكر الزيتوني يتدخل أبو بكر الزيتوني، نادي نانت الفرنسي الذي تمكن في العام الماضي من بلوغ الدور قبل النهائي لأهم بطولة للأندية الأوروبية، بطولة أبطال الدوري. التسديد بعيد وباغتة، واضح تماما استغلال الأرضية المبتلة. هذا أحمد حسن، وكرة عرضية داخل منطقة جزاء، ولكن مرة أخرى صافرة من أوكادا، خطأ. ما الذي يحصل؟ سفيان الفقيه على الأرض، وطبعا كان هناك مشادة.
لا تقام بها مباريات، ولذلك أكرا العاصمة الغنية هي مباريات أو هي مكان مباريات الفريق الليبيري على أرضه. يفوز بهذا اللقاء بين تونس ومصر. سيتصدر فرق المجموعة الثانية، طبعا تصفيات مقررة. هذه هجمة مرة أخرى عن جمال الإمام، يتقدم سريع جمال الإمام، سريع وقادر على إرباك دفاع المصري، ويسدد كرة عرضية. أراد لا يحولها بالعرض من زاوية ضيقة جدا، الرأس مقطوعة. رياض بوعزيزي بكعب جميلة. جمال الإمام سريع بالفعل، يشكل خطورة كبيرة من جهة اليمين، يحول كرة عرضية خطيرة، يقطعها في التوقيت المناسب هاني رمزي. هذه الكرة تخلص مرة أخرى. هيثم، طارق مصطفى، علي ماهر، علي تسديدة ضعيفة. إبراهيم حسن، معادة قصيرة مرة أخرى تقطع من أحمد حسن، وهذا عادل السلمي. مربك بكل تأكيد. عادل السلمي يدخل تحت الجزاء وركلة. عادل السلمي بدأ كان الحكم يريد أن يشير إلى نقطة الجزاء، ولكن أوكاد قريب أيضا. أعتقد أن الوضع يستلزم أن نشاهد الكرة مرة أخرى. وبطاقة صفراء لمن؟ توفيق الهيشري ينظر. ها هي الكرة. أوكاد قريب. ها هي مرة أخرى الكرة. ها هي. طبعا شارك معه من الخلف أحمد حسن. وهذا إن شاء الله كما قلت كابتن خالد بأنها باش نشاهدوا مباراة فيها تشويق كبير. صفر من الحكم أوكادا، وركلة حرة للفريق. قوية يلعبها، تصطدم في رياض بوعزيزي، ورمي التماس بجوار الراية الركنية علي ماهر. عرضية يحولها إلى إبراهيم حسن. إبراهيم يحاول أن يتقدم مع زبير بيا، يرفع علي داخل منطقة الجزاء، مقطوعة من سامي الطرابلسي. فريد شوشان يخلصها عالية. زبير وإبراهيم حسن. أحمد حسن يشترك معه سفيان التونسي الذي يلعب بزيه الأبيض الكامل من اليسار إلى اليمين. المنتخب المصري يلعب من اليمين إلى اليسار بالقمصان الخضراء، السراويل البيضاء. ولكن حسين السيد ونادر السيد تألقا مع نادي الزمالك المصري عندما فاز ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري هذا العام للمرة الرابعة، وأصبح طبعا رقم قياسي في تاريخ هذه البطولة الأهم. هذا عادل السلمي ينطلق، يتخلص عادل السلمي. لقاء المنتخبين فاصلا. مصر تغلبت على تونس 3-2 في القاهرة في 25 نوفمبر 77، وفي 11 ديسمبر 77 فازت تونس 4-1. هذه ركنية لتونس. جمال الإمام وحسين السيد يلتقط الكرة. ما الذي يحصل مرة أخرى؟ خرج حسين السيد مرمى والتقط الكرة. أساس أنه يلعب خارج ملعبه. لعب في الدار البيضاء، وكانت أسبوع كامل أمطار غزيرة، مما اللاعبين تعودوا. واليوم كما حضرة الزميل شاهد بأن حتى الفريق المصري كذلك هو تحول إلى. هيثم فاروق يجهز نفسه، سيلعبها قوية. حاد دفاعي من اللاعبين أمامه. هيثم يسدد قوية بالفعل، قوية ولكن خارج الملعب. مليئة بأمطار الخير هنا التي تكسو تونس. طويلة، كرة طويلة وحسين السيد يخرج من مرماه. خروج موفق لحسين السيد. كرة طويلة ملعوبة. هذه كرة تصل جمال الإمام، طالت من جمال الإمام. جمال مع طارق مصطفى يعكس كرة خطيرة للاعب المدافع من بعيد. جميلة هذه الكرة. مدرب المنتخب المصري سيشرك أسامة نبيه. هذا تدريب إداري المنتخب المصري يعد أوراقه طبعا ليشارك. المنتخب المصري فقط شارك أو بدل مرة واحدة، كان تبديل اضطراري. مرة أخرى هذه هجمة المنتخب التونسي، تسديد بعيد خارج الملعب. مرة أخرى تخطف بكرة أحمد ساري، خطيرة وكرة بالعرض، ولكن طبعا واضح القوة الهجومية منتخب المصري، ولكن أيضا في مثل هذه الظروف ربما هو أحوج أيضا
ان يحسن من دفاعه. هذا طارق مصطفى، هي كرة جميلة، عرضية تحول خطيرة، خطيرة بالفعل، خطيرة، كرة عرضية، كرة عرضية زاحفة، كاد ان يتابعها احمد ساري لولا المدافع سامي الطرابلسي. استئنف اللعب من جديد ونفذت الركلة الحرة. مهدي بن سليمان سدد كرة، وكرة تحول الى رمي التماس. مهدي بن سليمان سدد كرة، هاي التسديدة التي سددها مهدي سليمان واصطدمت في هذا قبل قليل. كان هناك شك انه هذا رمزي، طبعا اصطدمت بيده. امام الكرة الزبير بيا، وانتهت دقيقتان من الوقت بدل الضائع. نلعب في الدقيقة الثالثة. ثاني السيد طار ولم يلمس الكرة، وقد ينظر في ساعته. منتخب مصر مجدي طلبة، نفذ الركنية وتتحول ركنية